اهلا متابعينا متابعين قناه راي عام في مفاجآت جديده بتفجرها المستشاره هايدي فضالي. اللي هي عايزه تغير القيد والوصف في القضيه، والحاجات اللي ارتكزت اليها في القضيه على ضوءها هتغير القيد والوصف. وبعض المشادات اللي حصلت اثناء المحكمه، وبعض التجاوزات اللي حصلت واللي كانت هي معترضه عليها، والحاجات اللي هي دفعت بيها للمحكمه. واتكلمت عن والد نورهان اللي بيدافع عن بنته باستماته لمحاولة انقاذها هو وعمتها. ما كناش بنكذب لما كنا بنتكلم في الفيديوهات ان في مازال في غموض في القضية. ما كناش بنكذب لما قلنا ان الاب عايز يخرج بنته، وده حق مكفول ليه باي طريقة، او انقاذ ما يمكن انقاذه من الاسرة. في البداية والنهاية هي بنته. بكل اسف هما بيدافعوا عنها برضو، وهو اللي عامل توكيل محامية زي ما قلنا قبل كده ان في ناس كتير اعترضت على الكلام ده. لا ده حقيقة. طب تعالوا نرجع ونسمع كلام المستشارة هايدي فضالي بعد اول تصريحات ليها وحوار معاها بعد حكم الاعدام. تعالوا مفاجآت، حتى كلمة البنت بتقرا كتب ايه وبتعمل ايه، حتى بتقول لكم اسألوا والدها واسألوا عمتها. انا بدافع عن القضية لان انا مقتنعة ان هي مظلومه، او مقتنعه ان هي كانت في حاله استهلال ما بقولش. وبتكلمت عن المحادثات اللي دارت في بيان النيابه العامه، او في المحاضر عموما. قالت المحادثات ما تعتبرش صريحه، لكن اعتبروها هم ضمنيا ان هي اشتراك وتخطيط يعني. فاسمعوا كلام المستشار هايدي فضالي، هيفيدكم كتير حتى لو انتم مش مقتنعين باللي هي بتقوله. بس خلينا نربط الاحداث كلها ببعضيها. قالت ممكن وارد ان يوم المحكمه، لان لسه الحكم ما تصدقش عليه، يكون في جديد، وممكن يكون حاجات كتير تتغير. قالت وارد، ده شيء وارد. تعالوا نسمعها ويا ريت تكتبوا رايكم في التعليقات، واتمنى انكم تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم الماضيه واللي تم اتخاذ وشكرا جدا لكم على المتابعه. السلام عليكم. حاله اوراق المتهمه لفضيله مفتي الجمهوريه لاخذ الراي الشرعي في اعدامها. احنا بنتكلمكم عن قضيه فتاه بورسعيد المتهمه في قتل والدتها. طبعا كلكم تابعتوا هذه القضيه واللي اثارت حاله من الجدل، خاصه احنا بنتكلم عن فتاه مع والدتها او ارتكبت جريمه في حق والدتها. احنا دلوقتي معانا المستشاره هايدي الفضالي، طبعا المحاميه الموكله بالدفاع عن المتهمه في هذه القضيه اللي هيتم بعد احاله اوراق المتهمه لفضيله المفتي. هنعرف كل التفاصيل، وكمان هنتكلم عن الشق الخاص بعشيقها، وخاصه ان هو طفل. بنرحب بحضرتك على موقع بصراحه الاجباري. حابين نعرف تفاصيل اكتر بعد احاله اوراق المتهمه لفضيله مفتي الجمهوريه. تمام. انا علشان اتكلم على القادم يهمني جدا اشرح ايه اللي حصل يوم الجلسه دي. لان كان في، مش عايزه اقول يعني الناس مش فاهمه، لكن في سوء فهم من انا كنت عايزه اثبت ايه واكتب ايه في محضر الجلسه واثبته امام القاضي والهيئه الموقره. اولا انا كل الدفوع اللي بتنفع بعد كده تنظر امام محكمه النقد ليقبل الطعن امام محكمه النقد هو تم اثباته، وده اللي كان يهمني جدا. منها اللي انا قلت عليه تعديل القيد والوصف لاسباغ الوصف الحقيقي على الواقعه، اللي هو وان هي تعديلها من قيد معين ووصف معين لقيد اخر. ده يهمني في ايه؟ ده هيهمني ان هي يعني طبعا المحكمه استخلصت ما استخلصته، ولا تعويل على احكام القضاء الا بالطعون الاخرى، وهو الطعن الغير العادي، الطعن بالنقد. ولكن يهمني اقول ايه الدفع ده بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن قانون، وكان يهمني اثبته. ومحكمه النقد هي محكمه قانون وليست وقائع. لما ترتقي ان في قانون، مثلا لو لقت في الاسباب ان في خطأ في تطبيق القانون، او في اخلال في حق الدفاع، او في فساد في الاستدلال، او في اي من الطعون اللي هي تبقى مقدمه امام محكمه النقد، هي بتنظر القضيه من اول وجديد، وممكن تحلها الى المحكمه الاخرى لاعاده
المحاكمه طبقا للوصف الجديد. طب ايه اللي كان يهمني برضو من ضمن الدفاع اللي انا حطيتها، ان انا قلت انعدام الاعتراف الجنائي. الاعتراف لازم يكون محدد، ما ينفعش ان انا بقول زي ما الناس قالت لا هو خلاص هي قالت الكلام ده وهي قالت هنعمل ايه وهننفذ بايه وهنمسك ايه. هي ده ما كانش فيه اتفاق صريح عليه، ولا كان فيه ادوات مثلا تم تجهيزها، وده اللي انا اتكلمت فيه في الدفاع. انا كل ده بقول ايه اللي انا قلته، مش بعقب على الحكم طبعا، بقول ايه اللي انا قلته اللي الناس ما عرفتش تفهمه، فبوضح انا كنت بقول ايه. ان انا قلت دفوع معينه، وانا عجبني جدا الحقيقه بعض المحامين اللي طلعوا اللي اتكلموا قالوا على فكره انتوا فهمتوا حاجات دفوع غلط، زي مثلا موضوع التنويم المغناطيسي. عن التنويم المغناطيسي طبعا ده انا اتكلمت وحتى شرحت للهيئه الموقره ان ده علم اسمه علم النفس الجنائي للمستشار محمد فتحي، وهو اتكلم فيها عن يعني ايه تنويم مغناطيسي. مش حد قال يلا نام وغمض عينيك وشد اللحاف والكلام الفاضي ده، لا هو ده علم. العلم ده بيقول ان بيحصل حاله من الحالات التوتر في الاعصاب والتراخي في الاعصاب اثناء التحقيقات. عشان برضو اللي بيقول هو كان عامل لها قبل كده تنويم مغناطيسي، انا بتكلم على التحقيق، لان النقطه دي انا اثرتها لما كنت بتكلم على بطلان الاعتراف. ليه؟ لانه غير متماسك مع سائر اوراق الدعوه. ده دفع كان مهم جدا ان انا حطيته بالفعل، والهيئه الموقره سمحت لي ان انا اضعه، لان ده اللي هينظر برضو امام محكمه النقد. فانا بقول التوتر في الاعصاب، وده العلم ده اللي يقرا فيه كويس، مش اللي يقول كلامه وخلاص، يقرا فيه هيقول ان فعلا بعض المتهمين اثناء الاعتراف لما يبقى في قضايا زي القضيه دي بيكون عندهم حاجه اسمها توتر في الاعصاب، تراخي. ده بيبقى ليه اسباب معينه، يعني هي مش على سبيل الحصر ولكن على سبيل المثال بيبقى عايز يتخلص من التحقيقات. يعني هو قاعد بيتحقق معاه، عايز يخلص من عايز يروح مأمنه، عايز يروح محبسه، فعاوز يخلص زي ما يخلص. قليل الخبره زي نورهان اللي هي مش سوابق وما عندهاش سابقه، والصحيفه الجنائيه بتاعتها بيضه وما عندهاش الدرايه الكافيه، هي بتبقى عايزه تخلص من القصه، مش عارفه ايه اللي ممكن يواجهها بعد كده. هل هتروح تاني تمثل جريمه؟ هل هتواجه بشهود؟ مش عارفه ايه اللي هيحصل، فاسمها للخلاص، عايزه عملتي كذا خلاص بالايجاب بالايجاب بالايجاب، الا في التفصيلات اللي طلب فيها التفصيلات، وطلب في بعض الوقائع مشكوره. هي خلاص يعني حست بالذنب في الواقعه وان هي ندمانه على اللي حصل، فبالتالي هي بتوافق على كل حاجه. ده اللي انا بقوله، ان هي مش بتوافق على كل حاجه، هي عندها حاله من حالات اللي هي بتستجيب من غير تفكير وبلا وعي. وده الناس حتى لاحظت ان هي عندها حاله من الاسبهلال، وده اللي انا شرحته. البنت مش حكايه ان هي مش هممها، هي مغيبه، هي في مكان تاني غيرنا، هي نايمه فعليا، هي مفتحه عينيها ولكن وكان هي نايمه. البنت مش موجوده، ولا في اعصاب ولا في دماغ توقفت، رافضه الواقع، رافضه اللي حصل كله. فهي توقفت عند مشهد معين وقفت عليه، مش قادره ان هي بعد كده تشوف ايه الاحداث اللي بتحصل. في ناس بجد، في الناس كلها بتهاجمها، الناس بتقول ان هي قتلت مين، قتلت والدتي. وبعدين في جزئيه مهمه جدا عايزه اقولها. اكلم حضرتك معلش قبل ما ننتقل للجزئيه الاخرى، خاصه عند ظهور نورهان يوم الجلسه. الناس يعني هجمتها بعد الظهور، وكمان الصور اللي تم التقاطها خلال تواجدها في الجلسه، الناس هجمتها قالت لا ده هي دي مش بنت صغيره في السن، نظراتها ده يدل ان هي خبره في الموضوع. يعني لا هي مش خبره، لا خلينا في الواقع. هو احنا بنتكلم دلوقتي بقى بالورقه والقلم والادله ولا بالكلام؟ يعني صوره بالشكل ده. لا هي، ما هو ده اللي انا بقول. اولا هي البنت كخبره حالتها ما فيش اي سوابق ليها، البنت ملهاش اي وقع، حتى مش جنايه، ملهاش جنحه، ملهاش سب، ملهاش قصف. يعني هي، وده كان بيشهد ليها بالكلام ده، ودي حقيقي مش بس بشهاده الشهود، لا ده كمان من واقع. شوفوا الصحيفه الجنائيه بتاعتها، وشوفوا بتاعت التاني المجرم اللي رايح في الاخر تم ايداعه. ده اللي انا قلت عليه من اول يوم، ان هو هيتم ايداعه في احدى دور الرعايه، هيروح معزز مؤهل علشان يؤهل بعد كده للتاهيل والاصلاح، ولما يلاقوا سلوكه تعدل. طب مين من باب اولى الناس اللي بيتهاجم؟ انا ماليش دعوه بحكم القضاء، كده كده ليه طرق عاديه، انا بتكلم على الحكم بتاع الناس. انتوا منين حكمتوا ان ده هو اللي هيؤهل وهو اللي هيبقى اخلاقه كويسه، مع انه قاتل ومع انه استخدم سلاح من غير قلب وحطه في جسد سيده بتستغيث، وحاولت البنت ان هي تقف بينهم؟ وده انا من واقع على فكره تحقيقات النيابه، هي قال وقفت بينهم، شلتها
وحطيتها على السرير وقفت بينهم، ولكن مرضيش. الناس بتقول ان انا بالف كلام، انا مش بالف كلام، ده من واقع التحقيقات نفسها اللي طلع تحقيقات، هيلاقي الجمله دي صريحه وواضحه، بتقول وقفت بينهم، شلتها على السرير وقفت بينهم، لكن هو مرضيش بالظبط، لكن مرضيش. قالت لي قولي له كذا كذا، لكن مرضيش، بدليل ان حصل حوار معاها. انا طب هروح لعمتي، بداوا يتفاوضوا يتحلوا. قالها في التحقيقات يا فندم ان هي قالت له لازم نخلص منها عشان هي هتفضحنا. لا هو ما قالتش كده، قالت انا نفسي اخلص من القصه دي، هي مش هتسكت، هي مش هتعمل. هو علشان كده هم قالوا قصدها قضمني من التسجيلات او من الكلام ده كله، ان هي اتصلت بيه كذا مره. انا وضحت ان هي ما اتصلتش ولا حاجه، ده هي كانت موجود بلوك، وده برده من واقع الاوراق، الهاتف معمول بلوك، هي عامله له بلوك، فكان لما يتصل بيها كانت بتتصل بيه على طول. الاستجابه السريعه ليه هي موجوده، الاستجابه لاوامره الفوريه موجوده، انا ما اقدرش انكرها لان ده ثابت في تحقيقه، وده الحقيقه، دي الحقيقه ان هي فعلا بتستجيب ليه. فعشان كده انا بتكلم عن الحاله الاسبهلال اللي هي فيها والامتثال لاوامره والموضوع ده كله. طب واتكلمت برضه عن العشوائيه، ما ينفعش حد بينفذ او عاوز ينفذ يعني جريمه زي دي، جريمه قتل، تبقى بالعشوائيه دي. ده اللي برضه قلته، مش عارفه ليه الناس عماله عايزه تنتقد. عشوائيه ايه بالظبط؟ عشوائيه يعني باين من التحقيقات الجريمه ولموا اثار الجريمه والدماء. لا انا بتكلم على عشوائيه قبل الحكم، قبل التنفيذ، قبل تنفيذ الجريمه. هو فين الترتيب؟ هو لما يبقى في اتفاق جنائي خاص، مش ده بقول هنعمل ايه ولازم نخلص في ساعتها عشان ما يحصلش يعني صراخ، ما يحصلش كل ده، فين المشاهد دي؟ وده اللي انا هعرضه برضو امام محكمه القضاء. ليه تعديل القيد والوصف؟ القصه كلها مش ان انا بقول يلا بينا دلوقتي حالا هنقتل، طب هات الميه، ايه ده طلعت بارده، طب السكينه يا طلعت تلمه. طب هو نفسه التناقض اللي قلته في الاقوال، ان هو مره قال انا جبت السكينه، لا هي جابت السكينه، مره هي مسكت البتاع وكسرتها وقال ده في التحقيق كسرتها واديتها لي، مره قال لا بصراحه وانا اللي كسرتها. مش في تناقض كده في الاقوال؟ طب يا فندم والرسائل اللي كانت بينهم برضو على التليفون؟ الرسائل مفيش رسائل يا فندم. الرسائل بتقول ايه؟ الرسائل بتقول ايه؟ بتقول له ماما لما انا اعرف اكلمك اوعى تكلمني. لا بابا قال لها ماما قالت له هتحبسك وكده وهيحبسك، لا بس هو مش هيعمل كده، بدليل ان هو قال لها لا مش هعمل الكلام ده كله. فكل الكلام ده محل ان انا عايزه اوصف حاجه معينه امام محكمه النقد، وهي عدم وجود القصد الجنائي الخاص، وده اللي انا ثبته. عدم صحه الواقعه وعدم الواقعيه وكل ده المحكمه مشكوره، الهيئه الموقره خلاص هي فسرتها واستخلصته من الاوراق. لكن انا تاني بقول ان انا بعرض الموضوع بالشكل الجديد امام محكمه النقد. وبعدين انا عايزه برضو اوضح حاجه، لغايه اللحظه دي ولغايه يوم النطق بالحكم لم يتم اقفال باب المرافعه. تمام، يعني لغايه دلوقتي ما صدرش حكم بالاعدام. يعني ايه؟ هل متوقع حاجه جديده؟ ممكن، ليه لا؟ ممكن يوم الجلسه يحصل حاجه، بالاخص ان للاسف الدفاع اللي جه عن بيقول انا بدعي بالحق المدني، وقال لفظ طبعا انا تحفظت عليه ولكن ما كانش وقته، لان مش وقته ان انا ارد على الدفوع والدفاع. هو ما قالش طبعا اي مرافعه، وتضامن مع النيابه العامه بالمخالفه لما اتفق معاه مع والدها. ودي انا بشوف ان انا لازم اكون انا كمحامي، مش عيب ان انا بترافع عن مجرم، ولكن العيب ان انا ما اكونش امين في عرض وجهه نظر موكلي. لما موكلي بيقول لي دافعي عن بنتي، يبقى هو عاوز يدافع، يبقى انا بواجبي بموجب التوكيل اللي معايا اللي بصفته وانا ثبته امام المحكمه لازم الكلام ده بصفته عن نفسه، بصفته ولي طبيعي عن نورهان، ده بيقول لي دافعي عنها. فلما حد تاني يجي يقول له لا انا اعمل لي توكيل علشان انا بس مجرد اقدم اوراق تخص الطفل ماليش دعوه بنورهان، يبقى ده هل دي الامانه اللي احنا اعتدنا عليها؟ لما اقول ان انا التوكيل ده عشان اقول بس بسنن، بالرغم من ان انا قلت ان هي المحكمه غير مختصه، وده اللي قاله قاضي الجنايات، دي محكمه الاسره هي اللي بتنظر في النسب وهي اللي بتنظر في الحاجات التانية. برغم من كده لما انا استخدم اي طرق من الطرق الاحتياليه على موكلي واقول له انا واخد التوكيل ده علشان غرض اخر، علشان اثبت حاجه تتعلق بحد تاني، واستغل ان الطرف اللي قدامي او الموكل مش عارف القانون. وعلى فكره انا اللي قلت لوالد نورهان مفيش مانع ان يبقى في مدعي بالحق المدني، ولكن يعني انت عايز تتضامن مع النيابه العامه في حاجه؟ قال لي لا طبعا انا عايز بنتي يعني انقذها، لان عارف حالتها عامله ازاي. والله العظيم ان البنت دي يعني ما ينفعش اقول هي عندها كتب في البيت، يعني نفسي حد يسال باباها الكتب دي عن ايه، وعمتها الكتب دي عامله ايه،
عن ايه ومش عايزه اتكلم في الكلام بقى اللي هو هنقول بيه ندخل مدخل اخر من التخاريف، قرايه ايه وجن ايه وحاجات غريبه كده يعني يسال بقى فيها الوالد والعمه. فانا مش عايزه اتطرق للقصه دي عشان ما تبقاش محل يعني محل بقى استهزاء ليهم او حاجه او لاي حد. طبعا انا في غنى عن كده. وبعدين من الجريمه او الواقعه دي يعني غريبه، لان احنا بنتكلم عن بنت ومامتها. بالظبط، بنت مامتها هي الواقعة طبعا هي حساسة جدا. وانا يعني من احترامي الشديد لجهة قضائية وهي النيابة العامة الموقرة، يمكن حتى ساعتها ما تحفظتش على الكلمة اللي هي اتقالت تزييف الحقيقة، مع ان انا في العادي ممكن اتحفظ على كلمة زي دي تبديها النيابة، لكن تقديرا لدورها وتقديرا لحرقتها وكلنا محروقين ان بنت تبقى حتى مشاركة من قريب. يعني النيابة العامة هاجمت حضرتك في المرافعة؟ في كان حاجة معينة وانا لم حتى اتحفظ عليها امام القضاء تقديرا للنيابة العامة وتقديرا للهيئة الموقرة، فانا لم حتى اتحفظ على كلمة تزييف. ولكن انا لان هي مفيش تزييف، انا بتكلم من وجهة نظري كدفاع. انا النهارده مقتنعه بحاجه معينه، مش معنى كده ان انا بزيف، انا مقتنعه بده، انا بتكلم عن حاجه مقتنعه بيها. انا عمري ما دافع عن حد وانا مش مقتنع، او انا مقتنع ان ده مجرم اخاف على نفسي بعد كده واخاف على اولادي ان المجرم ده اللي مسك سكينه وقتل. لا، ده حتى مهما عملنا مش هيتصلح حاله، زي حسين اللي رايح عشان يتصلح حاله وده بقوه القانون. وانا قلت حتى في الجلسه ان انا بتضامن، مع ان ده خارج الموضوع، انا متعودتش اتكلم عن حاجات خارج الموضوع، لكن انا بتضامن مع اي جهود تقول ان احنا بنصلح قانون الطفل. وبعدين احنا نقدر نعمل جزئيه الناس مش واخده بالها. انا بتكلم بقى بصفتي كنت ماسكه رئيسه محكمه جنايات الاحداث، لا في جزء معين صحيح احنا مرتبطين بمواثيق دوليه، لكن الناس مش فاهمه يعني ايه مواثيق دوليه. احنا مرتبطين ان احنا ما ننفذش الكابيتال بانشمنت، الاعدام ده اللي احنا ملتزمين بيه، لكن احنا نقدر نغير سن الطفل عندنا في القانون، يبقى برضو ملتزمين ان الطفل ما يتعدمش، ولكن ننزل السن بتاع الطفل ما يبقاش لغايه 18 سنه طفل، ما ينفعش ده، فده نقدر نتحكم فيه يعني وي كان كنترول ات. سو ان انا النهارده مش مجرد ان انا بقول لا مواثيق دوليه في الكابيتال بانشمنتس، ان انا ما اقدرش احط الاعدام على طفل، ده اللي احنا متفقين عليه. وفي كمان بعض الحاجات بتقول ما فيش اعدام اصلا، ولا الاطفال ولا مش اطفال. فكل الكلام ده بتكلم، انا مش بتكلم على دوليا ايه، انا بتكلم احنا عندنا هنا ايه اللي يجب ان يحصل. وكنت بتكلم فيها في قضيه راجح قبل كده، راجح اول قضيه لما قبل الكلام ده اتكلمت فيها كتير، قلت لازم قانون، لازم قانون، لدرجه ان انا قلت كمان لازم نفعل قانون يحاسب كمان الابوين اللي هم ما عرفوش يتفقوا مع بعض ويصلحوا حال الطفل. في ناس هنا في قضيه نورهان بيلوموا على الاب والام، وانا بلوم على الطرفين ما عرفوش يتفقوا ان هم يقوموا، هم لقوا مشكله وعرفوا المشكله دي وكانت حصلت قبلها. الاب كان المفروض يعمل اقصى يعني جهد ان هو يحاول يدخل في القصه، يحقق فيها اكتر، يستوعب البنت، يتكلم معاها، يعاقبها، يحصل كل الكلام ده. الام نفس الحكايه، كانت هي عملت اللي عليها الله يرحمها بصراحه وقالت له بالفعل، ولكن كنا المفروض كلنا احنا الاثنين نتكاتف ان احنا ننقذ بنتنا، لان هي في الاخر انا صحيح مش قاصر، لكن هي هي قاصر، هي مش طفله، ولكن هي حتى لسه ما بلغتش سن الرشد، هي لسه ما كملتش 21 سنه يعني قاصر. فانا مش بتكلم على واحده تجاوزت يعني سن الطفوله بكتير ولا حاجه، لا هي تعتبر لسه في بدايه عمرها، يعني تقدر ان هي تصلح حالها وتقدر ان هي تتاهل. والناس اللي هي برضو الهجوم، على فكره الهجوم او النقد يعني البناء والكلام ده الواحد بيتفاعل معاه جدا، وكتير من الاعلاميين ان انا قعدت معاهم يعني الحقيقه كم يعني الاستاذ شريف عامر، الاستاذه لميس الحديدي، الاستاذه، بس كل الناس اللي هم الشخصيات الاعلاميه المحترفه ما بيطلعوش لفظ واحد خارج او لفظ انتقادي وحش. مش معنى ان انت زعلان من موقف ان انت تنتقد وتبدا وايه ده وايه اللي بيتقال ده وايه الكلام الفارغ ده، ولما نتجاوز. اسهل حاجه على فكره التجاوز، وانا اي حد بيتجاوز انا برفع طبعا على طول قضيه، بس انا يعني تسامحا او تعاطفا مع بعض الاشخاص انا برضو ما اتخذتش اي اجراء قانوني لغايه دلوقتي. لكن انا بقول ننتقد، ولكن في يعني في احترافيه ومهنيه، وبلاش التجاوز. اسهل حاجه على فكره ان احنا نغلط، واسهل حاجه الغلط، يعني الناس في الشارع اسهل حاجه يشتموا، اسهل حاجه. لكن الكنترول ان انت تعمل كنترول لسانك وازاي تعبر بالطريق اللائق، فده المجتمع اللي احنا بنناشد ان احنا نكون فيه. فده من ضمن الحاجات اللي انا كنت برضو عايزه اعلق عليها في الدفوع اللي انا دفعتها، ان انا قلت
بعد طبعا استبعاد سبق الاصرار. سبق الاصرار دي حاله ذهنيه، هي معروفه قانونا هي حاله ذهنيه، مش بالف برضه عشان الناس تقول يعني ايه ذهنيه والكلام ده، لا هو اسمها حاله ذهنيه. يعني لازم يكون التفكير فعلا انعقد وظبط نفسه ان هو مصر على ارتكاب الجريمه، حاول مره واثنين وبيحاول وراح ويجي، اسمها سبق اصرار، مصر على ارتكابها. فركن سبق الاصرار ده من الحاجات اللي هتنظر فيها في ان شاء الله في الطعن بالنقد. لو عدت يعني ان شاء الله برضو يوم جلسه نطق بالحكم نتوقع حاجات تحصل فيها. على الأقل من تجاوز حدود الوكالة، من تكلم باسم الأهل في غير موضعه، من راح تضامن مع النيابة العامة بالرغم ان هو صرح وقال للطرف الآخر قال له أنا ماليش دعوة بنورهان، مع إني مش عارفة إزاي يعني رايح يدعي بالحق المدني وهو مالوش دعوة بنورهان. يقصدي مين بقى بالظبط؟ طبعا الدفاع. لا أنا بتكلم على دفاع المدعي بالحق المدني اللي هو الحقيقي صاحب حق الدم وهو الوالد. الوالد ده هل قال لك يا دفاع روح تضامن مع النيابة العامة، ولا حضرتك تجاوزت حدود الوكالة؟ هل قلت له باللفظ وده من بقهم العيلة، مش قالوا لك كل القصة انك هتروح عشان تشوف السن اللي انت بتقول عليه لانك اقنعتهم ان انت بس مش هتتكلم غير في السن بتاع حسين مالكش دعوة بنورهان؟ هل ده اللي حصل ولا تضامنت مع طلبات النيابة العامة؟ صحيح ما عملتش المرافعة ولكن هو يكفي انك تضامنت. يعني ايه تضامنت مع النيابة العامة؟ يعني عايز طلباتها، عايز توقيع اقصى العقوبة. هل ده اللي الوالد امنك عليه؟ هل توكيله اللي عمله لك عشان ما يبقاش توكيل ليا وليه؟ انا صحيح معايا توكيل منه لكن انا ما ينفعش يبقى في تعارض في الخصومه، ما ينفعش اجي مع نورهان وفي نفس الوقت مع الوالد، فعشان ما يبقاش في تعارض. لا هو عامل توكيل ليا عشان ادافع عن نورهان، ولما عمل توكيل مؤخرا ليه لسبب واحد وانا يا ريتني ما شجعته عليه، ولكن انا وثقت في الكلام ووثقت في كلام والد نورهان نفسه لما قال لي لا هو مش هيتكلم عن نورهان، هو رايح عشان حسين، برغم انا قلت له يعني هو رايح على الموضوع ده مع ان الموضوع مش اختصاص. قال لا هو هيترفع بس في الجزء بتاع ان هو يقدم حاجه عن حسين لكن ملوش دعوه بنورهان خالص. قلت له يعني الوالد بما يعني خدته من كلام حضرتك ان هو الوالد كان عايز نورهان تاخد اقل عقوبه وكمان ان هو يحافظ عليها. هو اكيد شايف الكلام ده ان هو البنت اكيد محطوطه تحت ضغوط معينه وتاثير حاجات معينه هي نفسها، يعني مش عايزه اتكلم اكتر من كده، بس هو يسال بقى في ذلك ايه اللي موجود عنده في البيت، ايه شكل الموضوع عامل ازاي، البنت في حالتها عامله ازاي النفسيه والعصبيه في الفتره الاخيره. يعني هو الوالد في مره من المرات كمان ده مذكور في التحقيقات ان هو وجد حسين على سرير نورهان في مره من المرات بالظبط. ده اليوم هو ده تاثيره كان المفروض يتدخل بشكل كبير جدا بالظبط. هو ده اليوم اللي حصل فيه الفجر لما جالها وقال لها افتحي دلوقتي وفتحت وحاولت برضو تداري عن القصه دي بعدها وقالت اخويا ودخلت في المولد، مع ان الوقت ده كان العيله كلها جوه، الولد دخل لعب بموبايله وراح في النوم. ده اليوم ده كان مؤشر، يعني هو ربنا بيدي مؤشرات عشان الاب والام يفوقوا. المفروض هنا بقى يحاول بقى خلاص اقف هنا، انت ايه اللي جابك؟ انت متعود تيجي وتطلع وكده، بس جاي لنا الفجر تعمل ايه؟ جاي في حضور كل العيله قاعده والاخوات نايمه والام نايمه والبنت عايزه تنام، وفي التحقيقات قايله له الكلام ده على فكره تحقيقات النيابه. حسين طب انا عايزه انام مش قادره، انا ما نمتش مطبقه من يومين. شوف بتحاول تخرج منه ازاي، مش مثلا لا وخلاص مش عارفه تقول له لا، بتقول له يا حسين انا دلوقتي عايزه انام مش قادره سيبني عايزه انام. لا انا هقعد شويه بس وامشي. يا حسين انا قالت له العذر التاني هشوفه في التحقيق، في عذر تاني قالته له غير ان قالت له انا مطبقه بقالي يومين، قالت له عذر تاني انا مش فاكره ايه تاني موجوده في التحقيقات. قال لها لا طب هقعد 10 دقايق وامشي، ولو رحت في النوم خلاص، لو انت رحتي في النوم انا هاخد الباب وامشي. فهو اصرار اللي بيقولوا تعالى يا حسين تعالى يا حسين، لا هو اللي كل شويه يقول انا جاي لك 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 عند السوبر ماركت، هتقفي تعالي انزلي لي، طب هاجي لك تاني يوم الصبح بعت لك ورقه هاجي لك تاني. فكل الكلام ده موجود وعلشان كده انا بتكلم عن الركن القانوني او الجزء القانوني او الشق القانوني امام محكمه النقض. تمام. هكلم حضرتك برضو في النقطه بخصوص وجود حسين في اليوم ده، يعني مدى الطمأنينة اللي وصل ليها وهو موجود في بيت العشيقة في وجود الأب والأم، معنى كده إن هو مش خايف من حد أو مش قلقان. بالظبط. على فكرة الولد ده كان ليه سوابق قبل كده وسابقة نفس الحكاية ولسه طالع من الأحداث، هو ولد مش همه أي حاجة، ومسك للبنت زله من اول يوم. على فكره من اول ما قالت له في التحقيقات اللي ثابته بتقول له بلاش نتكلم، انا ما اقدرش اخون اخويا، مش اللفظ ده موجود في تحقيقات النيابه، بلاش نتكلم انا ما اقدرش اخون اخويا انت صاحبه.
لا ضغط عليها اول مره بخروجه واحده، رجع بعد كده قال لها هقول لاخوكي ان احنا خرجنا، بدا يجرها بخروجه، يعني كان بيذلها بخروجه، بدات تديله رقم التليفون. طب نتكلم، طب خلينا اصحاب، كلام حتى في تحقيق، طب خلينا اصحاب مش خلينا اصحاب. تطورت يا فندم بما ان حضرتك يعني موكله بالدفاع عنها واقرب حد ليها في الفتره اللي فاتت دي، في ناس يعني فسرت قالت ممكن يكون الذله دي يكون ماسك عليها فيديوهات مع حد. حقيقي هو على فكره هو مش فيديو، هو فيديو كان لاخر يوم هما الطرفين كان معاهم فيديو. ليه هو معاها ولا حد فيديو معاها، بس فيديو معاها ايه يعني، مش فيديو بقى فيديو يعني، لا هو فيديو هو حاطط ايده على كتفها وخارجين يعني خارج في الخارج. ده الفيديو ده موجود على فكره وصور ملتقطه وموجوده في ورق التحقيقات. فاللي هو لاخر لحظه اهو الفيديو. هل ده مش موجود يا جماعه؟ الناس اللي عماله تنتقد، هل ده مش موجود؟ عمركم ما سمعتوا ان واحد بيشهر بواحده؟ عمركم ما شفتوا واحد مسك لها فويس نوت ولا صوره؟ عمركم ما شفتوا واحد بيقول لها انا هشهر بيكي على الفيسبوك وعلى التواصل الاجتماعي؟ كتير، بس ان يكون في استجابه، بس يكون في استجابه بالشكل ده لا بتبقى في واحده بتروح تنتحر، صح؟ في واحده بتروح تنتحر، في واحد بيروح يقتلها في الاخر بعد خناقه، في واحده عايزه تخلص هي بتروح هي اللي تقتله عشان تخلص منه، في واحده تمثلت لاوامره زي الحاله بتاعت نورهان بالشكل ده، وان هو يمارس معاها علاقه بالطريقه دي. طب ما دي اكبر ذله مسكها عليها. بالظبط كده، هو في هي بتزود المشكله بالظبط. وده اللي انا دايما بنصح بيه ولادنا، ما تستهونوش وتقولوا هتعدي. كلمه واحده انت ممكن تبقي خايفه منها تجرجرك ورا يعني مصيبه اكبر. انت خفتي في الاول، خدوا نورهان دي مثل، هي كانت خايفه ان يقول لاخوها ان احنا قابلنا بعض، قابلنا يعني هو كده خلاص تعرف خلاص كده بررتها تكذبها زي ما في كذب قبل كده حصل، وان احنا نغطي على الجريمه، ما هي كذبت بعدها وكذبوا بعدها في تغطيه الجريمه دي عشان تخلص برضو منها. طب ما كنت كذبتي في الاول وخلاص على اخوكي وغلطه ولا اي حاجه، لكن هي غلط جاب غلط. لما تغلطوا روحوا صارحوا امهاتكم، ما تخافوش لما يقول حاجه، ما تخافوش يعني اخلصوا منها باي طريقه، بدل ما تبقى جريمه مش هتعرفوا تخلصوا منها، مهما عملتوا مش هتخلصوا، ومهما قلتوا يعني مهما كنت قلتوا مفيش قصد مفيش كذا مفيش كذا، خلاص في شواهد كتيره قوي بتقولي انت دخلتي في الجريمه دي عشان تبداي تقولي بقى علم النفس الجنائي وشعورك كان ايه واضطرارك ايه، وان انت مغصوبه على امرك وفي اكراه معنوي، وفي ان انت ما ارتكبتيش حاجه بايدك وانت حاولتي تمنعي، وان انت دخلتي فجاه لقيتي قعدتي تخبطي على الباب كان قفل الباب وخلص عليها. فمهما قلتي ومهما قلت، انا بكلم الاطفال في كل مكان، مهما قلتوا الجريمه لما بتقع يبقى انت خلاص بقيتي مجرمه، وصعب قوي الا بقى بان انت تاخديها عن طريق القانون او باي تنازلات بعد كده عن الدم او الكلام ده كله. فبعد كده فاللي انا بقوله في الاخر يعني انتوا بلاش تقعوا في الغلط ده، بتنتهي بقتلك او قتل العشيق او الصديق او اللي انتوا بتقولوا على المسميات الكتيره اللي انتوا يعني كجيل بعض منهم ياخدوها اي عادي يعني بيحبني وبحبه ولا هو بيحبني وانا بتقل والكلام الفاضي ده، بتنتهي بمصيبه، وبتنتهي ان انت حتى اعز مالك مش عارفين ينقذوكي. حتى لو انت تقدري تتاهلي بعد كده وتقدري ان انت تبقي تصلحي من نفسك وتتوبي، ده اللي قتل 99 واحد ربنا تاب عليه وقال معقوله ربنا يغفر لي؟ ربنا بيغفر، بالاخص ان انت ما شاركتيش، ما فيش مشاركه، في امتناع سلبي، ما فيش حاجه ايجابيه حصلت. ما فيش قتلت ولا ما قتلتش؟ لا ما قتلتش، انه ما قتلتش، وده اللي ثابت في التحقيقات كلها ان هي ما قتلتش بنفسها، ما قتلتش بنفسها. انا بكلم الحكم عنوان الحقيقه، لكن حضرتك الحكم لما يطلع هيبقى ليه اسباب، انا هبص على الاسباب عمرها ما هتيجي ان هي قتلت، لان ما فيش اي حاجه في الاعتراف بتقول ان هي مسكت بايديها. هيقولوا بقى شاركت، هيقولوا يعني احنا لسه هنطلع على الاسباب اللي حصل فيها، اتحرضت. ففي وقائع كتير. بما ان حضرتك يعني خبطتي كتير جدا جدا في القضاء، المحرر هنا طبقا للقانون مش بياخد نفس حكم الفاعل؟ هو في عندنا الشريك وفي الفاعل الاصلي. عندنا الفاعل الاصلي بياخد نفس حكم الشريك في جريمه بياخد نفس حكم الفاعل الاصلي. المحرر في تشريع، يعني مش عايزه اكلمكم في القديم والجديد، ولكن احنا عندنا يعني في على فكره قضايا وكانت رأي عام كبيرة، ومنها رجال أعمال ومنها حاجات، وقد إيه هم يعني دلوقتي نموذج مشرف في الدولة، هم نموذج مشرف حتى لو تم توريطهم في أي حاجة قبل كده. جه النقض ولغى عقوبات إعدام وتصلح أحوال واقتصاد بقى عالي في الدولة، وبقوا من أنجح رجال الأعمال في الدولة.
فمن غير طبعا ذكر اسماء، لكن انا بقول ان بيحصل مشكله، بيحصل حاجه معينه سواء في محرض او شريك او كده، لكن انا بتكلم عن المشاركه دي جت بقى عن انهي طريق، ده كمان اللي بتكلم فيه. هل كان في قصد جنائي خاص؟ هل كان في محاوله للتهرب؟ هل في محاوله لايقاف ما تم ايصال فهمه للطرف الاخر ان هو عاوز يخلص، ولا يديها درس قاسي، ولا يعلمها درس عمرها، ولا يعلم عليها، ولا الاتفاق ده هل كان في نص صريح في المكالمات يلا عشان تقتل؟ ده كان في نص صريح بيقول كده في المكالمات، ما كانت سهله قوي. يلا هتقتل ازاي وهنقتل ايه ونجهز ايه؟ يلا نروح نوديها، استدرجها في حته بره، ما انت الشوارع طول النهار، استدرجها بره في اي مكان بدل ما نبهدل البيت ونعمل مشكله ويبقى اهلي جايين في الوقت معين بالليل. فكل ده حصل. يعني اكيد انا شايفه ان شاء الله هيبقى في قبول للطعن بالنقد، ولغايه دلوقتي ما تمش اقفال باب المرافعه، وامل ان هو قبل النطق بالحكم تحصل يعني مفاجاه. حددتي النقاط المعينه اللي هيتم تقديمها للنقد على الحكم؟ لا، انا لازم اطلع على الاسباب. انا لازم اطلع على الاسباب، اشوف مثلا هل في تناقض بين الاسباب والمنطوق، هل في فساد في الاستدلال، هل في خطا في تطبيق القانون. انا مبدئيا انا يعني اللي شايفاه الحاجه اللي انا ممكن اتكلم فيها ما دام ما تمش قبول تعديل القيد والوصف الذي اطبقته النيابه العامه على الواقع، ممكن انا شايفه ان هيبقى الخطا في تطبيق القانون من الدفوع اللي هي هتبدا وانا ثبتاه. وكان يهمني جدا في الجلسه دي ان انا اثبت فيها كل الدفوع، لان هي دي اللي بتنظر امام محكمه النقد، فكنت حريصه قوي ان انا اكون ثابته كل دفوعي القانونيه في محضر الجلسه. تمام. في ناس برضه اتكلمت، هنتكلم عن حسين سريعا يعني، قبول الاستئناف. تمام. لا، هو الناس برضو فاهمه غلط. قانون جنايات الطفل مختلف عن الجنايات العاديه. جنايات الاحداث يا جماعه على درجتين، زيها زي الجنح، يعني مش زي الجنايات العاديه. الجنايات العاديه هي درجه واحده وبعد كده الطعن بالنقد، لكن جنايات الاحداث هي زيها زي الجنح. مش في جنح وفي جنح مستأنف. يعني مثلا لو في ضرب عادي، جنح الضرب او اتلاف عمدي او اي جنح شيك بدون رصيد، مش هي بتصدر حكم مثلا غيابي او حضوري وبعد كده يستأنف امام تاني درجه؟ هي جنايات الاحداث. ليه؟ جنايات الطفل ليها اجراءات خاصه جدا. ايه هي اجراءات الخاصه عشان تفهموها برضو، علشان مش هتعرفوها غير مني. انا كنت ماسكه رئيسه محكمه جنايات القاهره والجيزه الطفل. اولا التقاضي في جنايات الاحداث على درجتين، يعني زيها زي الجنح، في اول درجه وتاني درجه. فطبيعي ان هو في تاني درجه الاستئناف العادي اللي هو بقى المده العاديه بتاعه مواعيد الاستئناف العاديه زي الجنح، زيها زي استئناف الطفل، فعلى درجتين. من كمان ايه الضمانات اللي فيها او ايه اللي مختلف عن الجنايات العاديه؟ حضور اهليه المتهم. يعني اهليه المتهم لازم يحضروا جلساته، مصرح ليهم فين الام فين الاب فين كذا، يحضروا مع الطفل، لازم يحضروا او يدعوا للحضور. غير جنايات العاديه الرهان لا، او اي جنايات عاديه ما فيهاش. في ايه تاني من ضمن الضمانات بتاعه الاحداث؟ التشكيل نفسه، في اخصائيين نفسي واجتماعي، ده من تشكيل المحكمه، لازم يحضروا جلسات ويحطوا تقرير والكلام ده ضمانات او حاجات موجوده بس في محكمه الطفل. يبقى دي من ضمن الحاجات اللي موجوده في جنايه الطفل، ان هو حضور على درجتين، التقاضي على درجتين ده واستئناف. كمان ايه اللي موجود في جنايه الاحداث والناس مش فاهماها؟ مفيش حاجه اسمها ادعاء بالحق المدني في جنايه الاحداث. يعني ما ينفعش اصلا حضور لمدعي بالحق المدني فيها، غير الجنايات العاديه. في مدعي بالحق المدني اللي هو المجني عليه بيحضر ويبدي طلبات وممكن يترافع كمان في امام محكمه الجنايات. لكن في المحكمه جنايات الاحداث مفيش ادعاء بالحق المدني، ما ينفعش يجي ادعي ويقول طلبات وكده. يحضر بس، ممكن يحضر كمجني عليه، ولكن ما يبقاش مدعي بالحق المدني ويترافع ويدي ويقول، لا، ما ينفعش الكلام ده خالص في جنايات الاحداث. فهي مجرد تفرقه، لكن ده مش معناه قبول طعن ولا حاجه. وبعدين طعن ايه اكتر من كده؟ يعني طعن ايه في الاستئناف؟ ده هو راح دار من دور الرعايه، وده اللي انا قلته من اول يوم، ان هو دي اقصى عقوبه طبقا لقانون الطفل الحالي، ان هو ممكن يستمر فيها. يعني هي اقصى مده 10 سنين طبقا للقانون، اقصى مده. ولكن ما بيطلعش ابدا الحكم بايداعه لمده كذا. المده ما بتتكتبش في حكم محكمه، لا ما تحددش. هو كل شهرين بيعد تقرير من لجنه مشكله طبعا امام قاضي وكده، بتبقى اللجنه دي بتقول هو تم يعني اتصلح حاله، بقى مؤهل ان هو ينزل. ممكن يصلح حاله في 6 شهور، ممكن شهرين، ممكن سنه، ممكن سنتين 3 4 لغايه ما يتصلح حاله يعني في التاهيل والمؤهل خلاص ان هو ينزل تاني للمجتمع بينزل. ولكن على الا تتجاوز او تتعدى 10 سنين. يعني بجميع الاحوال ما ينفعش ان هو يقعد اكتر من 10 سنين طبقا للقانون، لكن ممكن يقعد سنه 2 3 شهرين 4 6. فكل الكلام ده المهم في تقرير كل شهرين بيوضع بحالته، هل اصبح مؤهل ان هو ينزل ولا لا. ده اللي قتل
ده اللي قتل، اللي مسك سكينه وقتل 6 شهور يا فندم عشان يخلص على الكل بقى. ده ممكن يخلص بعد كده ينزل لو هو بالشكل ده يعني. وهو عارف الكلام ده، هو عارف ان هو كذا، لان هو كان سوابق قبل كده وكان يسابق قبل كده وكان مودع، فهو فاهم يعني ايه ايداع. وده اللي يخليني اقول لو هو كان في ترتيب وهو عايز يشيل، طب ما كان هو راح مسكها قتلها بره وكده كده عارف انه هيودع، يبقى فين الترتيب؟ تمام. من باب لو دول يعني فاهمين قوي يعني. السيده داليا ربنا يرحمها يا رب، يا رب، اللهم امين. ضحيه لبنتها ولا ضحيه لحسين ولا ضحيه للاثنين مع بعض؟ لا، هي ضحيه للاثنين. انا ما اقدرش يعني اقول في الاخر ان الست دي مش ضحيه، لا هي طبعا ضحيه، وانا قلبي موجوع على المرحومه طبعا جدا. وهي كل غلطها في الدنيا ان هي كانت عماله بتنصح في البنت، والبنت مجروره في اتجاه حتى ما قدرتش تصارح مامتها بيه. يمكن لو كانت صرحتها كانت الام تفهمت ايه الوضع اللي هي فيه، لكن هي ما صرحتش الام، ما صرحتش ايه الواقع. قالت ليه يعني شايفاني عشقاه في الضلمه؟ ايه العند ده؟ هي فعلا عناديه، بس مش عناديه عشان هي طبعها عناديه، انت عناديه عشان اتاريكي في سكه تانية ما حدش عارفها، انت في حفره تانية ما حدش فاهمها، انت مضطره ومغصوبه ان انت تمشي في ده. مش بتقوليه من باب العند، بتقوليه من باب ان انت يا عيني في حفره، محطوطه في حفره. بلاش اقول يا عيني، دي انت حطيتي نفسك في الحفره دي، حطيتي نفسك في حفره ومصيبه. لا انا مش حكايه صعبانه عليا، هي بتاخد جزاء، وكفايه ان هي سمعت بلسان ان هي هتروح تتعدم، وان هي تم احاله اوراقها الى المفتي. لسه مفيش طبعا حكم اعدام، ما اقدرش اقول لسه في حكم اعدام، ولكن هو صدر بده. فكفايه ان انت عرفتي النتيجه كانت عامله ازاي، نتيجه جبنك ونتيجه ان انت استهترتي بالكلام. كنت المفروض تبقي صريحه مع والدتك وتروحي تحكي لها القصه. لو ما حكيت لهاش القصه هتحكي لمين؟ ما تروحي تقولي حصل كذا وخلاص وتخلصي من الهم اللي هي فيها دلوقتي. عادي ان هي عايزه تخلص من حياتها ولا ان الموضوع مش شاغلها؟ لا، هي عايزه تخلص من حياتها بصراحه. هي قالت انا بموت كل يوم والكلام ده. يعني الناس اللي بتقول انا رحت لها، لما رحت اتكلم معاها، انا رحت اتكلم معاها مش هقول لها اوعي تتكلمي، والله ابدا، ويشهد عليا ربنا، بالعكس قلت لها اتكلمي، قولي اللي حصل. فقالت لي انا مش قادره اتكلم، وعماله تعمل انا اتكلم ايه، اقول ايه، انا مش قادره اتكلم، انا مش قادره اقول حتى اي حاجه، والله ده اللي حصل، مش قادره اتكلم. قلت لها قولي اللي حصل، قالت لي مش قادره اقول حاجه، والا كنت قلت قبل مش قادره. هي قالت لي نفس اللفظ مش قادره. لو هي كانت عايزه تخلص من حياتها كان معاها فرصه تخلص من حياتها، يعني كمان يعني قبل الوصول للحقيقه، يعني تروح تنتحر كمان، يعني كمان تنتحر. طب على الاقل هي كده ليها في امل للتوبه. ما في ناس انتحرت قبل كده، يعني هل هندعوها ان هي تروح تموت نفسها، ولا ندعوها ان هي ترجع لربنا وتقعد في محبسها تصوم وتصلي؟ وده اللي انا بقولها لها، اقعدي صلي واقعدي استغفري ربنا على اي غلط حصل قبل كده وقعك في غلط اكبر، اقعدي ادعي كتير وربنا بيغفر الذنوب كلها وكده. لكن مش هقول لها روحي خلصي على نفسك، يعني مش معقوله. على الاقل ما نعرفش ايه علاقتها بينها وبين ربنا دلوقتي. والناس اللي عماله تقول كذا ولازم تتشنق ولازم تموت ولازم، يعني ربنا رحيم، ده اللي انا بتكلم فيه، ربنا رحيم. اكيد احنا كل ده، وده اللي احنا برضو بنقول تاني، الكل كان غلطان في القصه دي، الكل كان غلطان، والضحيه الولاد. اللي يزعل بقى مني في كده الضحيه الولاد، احنا بنقصر وبنعمل، والضحيه في الاخر الولاد. استوعب اكتر من كده، افضل ورا. نورهان كانت ضحيه؟ نورهان ضحيه طبعا. هو كله على فكره، انا لو بصيت حضرتك هتلاقي ان نورهان ضحيه عدم اتفاق الام والاب لاصلاحها لتاهيلها بدري. احنا بتحصل المصيبه بعد كده نشوف هنأهل ولا ما نأهلش، لا كان من بدري نشوف المصيبه دي. مش بيتنا ما يفتحش لاي حد، يعني نختار الصديق، ما يبقاش مفتوح لولاد الشوارع يطلعوا طول النهار في بيوتنا. انت بنت في كليه اداب وست مكافحه على فكره، مامتها اللي بيقولوا ان هي ماسكه، يعني لا دي واحده بكالوريوس خدمه اجتماعيه، يعني جامعيه. الام كمان جامعيه، ودي ناس كتير ما تعرفش القصه دي، جامعيه مش عامله او مشرفه، لا ده هي اول مره تشتغل في ال6 شهور دول، اول مره تنزل العمل في ال6 شهور علشان تجهيزا بقى لبنتها اكتر. والبنت بتشتغل، هي في الجامعه بتشتغل مدرسه ومعلمه. فهم العيله نفسها عيله بتحاول يعني تكون في مركز اخر، اتخطبت لانسان محترم عشان تتجوز وكده، فهي كانت نفسها تبقى في مكان تاني، ولكن يعني القدر جه سريعا. فاحنا يعني اهو ده اللي حصل، يعني ده اللي حصل. مش عايزه اعيد تاني اكتر في الموضوع.
عليكم.